السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس محمد ديجو، شركة دي ديزاين. احنا فين؟ احنا في موقع باقة رويال بلس مع شغل السمارت بالكامل. مكانه فين؟ مكانه في زايد في الحي التاسع. الموقع ده احنا لسه مستلمينه، طبعا استلمناه كان موجود فيه الرمل ده كله، وكان مش واجهتنا مشكلة فيه كبيرة جدا، ان الموقع بالكامل واخد شطرة من اول المبنى لحد غرفة الماستر هناك. كان العميل طالب مننا تعديلات معماريه. اول حاجه يا باشمهندس، انا عايز مكان للليفنج، عايز في الغرفه الماستر اعمل لي غرفه ماستر منفصل، عايز فيها دريسنج وحمام، وعايزك تعدل لي الشطره بكامل المبنى دي. طبعا اول ما استلمنا الموقع ما كانش فيه البنى ده كله، وكل ده كان مفتوح على بعضه، فاحنا دخلنا رسمنا الشقه. طيب عملنا ايه؟ اول حاجه الزونه دي فصلناها لوحدها. معايا هنا الانتريه، معايا امامي مباشره تلفزيون، معايا هنا في الضلع هنا، معايا هنا السفرة، وكان معايا عمود هنا. طب في ناس بتواجهها مشكلة كبيرة جدا، طبعا الإنارة هتتحط هنا، بتواجهها مشكلة كبيرة جدا. أنا باشمهندس هحط الإنارة إزاي وهنا معايا عمود؟ ما ينفعش أكسر في العمود. فبالتالي برزنا بطوبة لحد آخر العمود، هيبقى هحط الديكورات، احط المفاتيح الاناره بتاعتي بسهوله. وفي نفس الوقت كده كده العمود معايا طالع 20 سم من هنا، فانا طلعت من دي يبقى 25 سم، رديت بيها هناك بنفس ال 25 سم، والسعي نازل اهو خمسه، وده هيطلع برضو لحد فوق. اصبح ان العمود ده نفس العمود ده، ومحطوط في النص شكل ديكوري جميل هيتحط فيه مكان البوفيه. نخش بقى على الزونه الثانيه. ده كله يا جماعه كان مفتوح، ده كل الزونه دي كلها كانت مفتوحه، احنا اللي عملنا التعديلات المعماريه دي. طبعا دخلنا من باب الشقه من هنا، الباب ده هيتغير طبعا. لو خدتوا بالكم ان برضو النص طوبه اللي احنا بنيناها دي عامله علاقه كويسه مع فتحه الباب، بحيث ان الباب ما يظهرش. طيب عملنا انترانس للشقه، مكان جميل زي ما حضراتكم شايفين. دخلت من باب الشقه، عملنا انترانس، معايا هنا على يمنا كونسول، معايا هنا اتنين كرسي بتيبل صغيره، دي جزء مخصصه للانترانس بس. نخش بعد كده على منطقه الطرقه، او المنطقه دي احنا فصلناها، بنينا هنا كتف وعملنا طرقه منفصله زي ما انتم شايفين كده، كل ده كان مفتوح. وبعد كده دخلنا على حمام الضيوف. حمام الضيوف ده كان مفتوح الناحيه الثانيه. احنا عملنا، هوريها لكم برضه لما نخش الليفنج، صغرنا حمام الضيوف وطولناه كده، بحيث ان الضيف اللي داخل ما يضطرش يخش الشقه لجوه. فدخلنا الطرقه، دخلنا على حمام الضيوف. حمام الضيوف اول لما نخش، احنا لسه بس خلصنا اعمال التعديلات المعماريه واعمال السباكه، لسه ما دخلناش الكهرباء لحد ما ننظف السايت بالكامل. معانا الحوض على يمنا واحنا داخلين، ومعانا هنا مؤسسين لخزان الدفن، طبعا هيتقفل حواليه. طب يا باشمهندس خزان الدفن المفروض بيطلع قدام، لا انت لو لاحظتوا ان في ورانا كتف احنا جلدناه، فدخلنا خزان الدفن جوه فلات، اصبح ان هو ماشي مع السيراميك احسن وافضل من ان انا اطلعه قدام واحطه فوق رخام. يبقى هو فلات كله على بعض. طبعا الحمام ده اسس معاييره ان احنا عملنا طبقه لياسه، ثم بعد كده عزلنا بالكامل الحمام، ثم اختبرناه، ثم عملنا مواسير الصرف، ثم عزلنا تاني، ثم عملنا طبقه لياسه. طبقه لياسه دي اللي هي طبقه مونه، بحيث ان لو حد دخل ما يدوسش على العزل. نخش بعد كده على الليفنج. طبعا حمام الضيوف اللي انتوا شفتوه الناحيه الثانيه اللي هو كان طالع كده ووشه هنا، فطبعا الضيف ما ينفعش يمشي ويخش على الناس اللي قاعده. طيب عملنا ايه هنا؟ عملنا مكان للليفنج اللي عميل طالبه، طبعا مكان تاسيس التكييف، الصف بتاعه اللي هو بيروح على البيبه مباشره، ما بيطلعش على الواجهه. معايا الليفنج هنا، ومعايا الركن هنا، ومعايا مكان للتلفزيون هنا. طبعا الديكورات هوريها لكم في ال3 دي. نخش على زونه المطبخ سريعا. الحوض تحت الشباك. في حد كان بيكلمنا ان الحوض اللي بوتاجاز بيتحط تحت الشباك. لا يا جماعه، البوتاجاز لو اتحط تحت الشباك هنواجه 3 مشكلات. اول مشكله ان انت لو بتفرد غطا البوتاجاز هيفتح على الشباك، ودي مش احسن حاجه. تاني حاجه ان الشباك الهواء بتاعه هيجي يعمل في الشعله، يخليها مش احسن حاجه برضه للطهي. تالت حاجه ودي المهمه، ان ست البيت مش واقفه قدام البوتاجاز مباشره، هي واقفه قدام الحوض مباشره، فالحوض انسب هو اللي يبقى تحت الحوض. طب وعلاج المطبيه يا باشمهندس؟ علاج المطبيه جنبه، مش مشكله. يبقى اصبح معايا حوض، معايا جنبه غساله، وطبعا مؤسسين نقطه
الفلتر. ويا جماعه الصرف ده كله بيطلع مباشره على الصرف الرئيسي، وده الصرف الرئيسي معمول له ضغط. في ناس بتعمل بيبه في المطبخ تودي للبيبه وتودي الحاجات دي كلها، اصبح ان انت بتعملي ايه الغساله يطلع فوم يطلع راسب، انما كل ده بيمشي على صرف 3 بوصه ويطلع على الرئيسي. ومعانا هنا هنا غسالة اطباق وهنا غسالة ملابس، معايا هنا البوتاجاز ومعايا هنا التلاجة والديب فريزر. اصبح ممر الحركة تمام بالنسبة للتلاجة البوتاجاز الحوض. ومعايا هنا البار هيتحط من الخشب وهيتحط عليه الرخامة بتاعته، اصبح ان المنطقة كويسة. طبعا نخش على الحمام الرئيسي. الحمام الرئيسي كان الباب بتاعه كده جبناه في النص. ليه جبناه في النص يا باشمهندس؟ جبناه في النص معايا هنا اول لما اخش رخامه كامله من الاول للاخر، وهنا تاسيس للحوض. معايا في وشي هنا القعده هنا مباشره. معايا هنا تاسيس للكابينه، واحنا كل ده هيتجلد، فاصبح ان البروز ده مش باين. لو فاكرين حمام الضيوف اما قلت لكم ان احنا كده كده جلدنا من هنا عشان كان معايا عمود هنا بارز، معلش يا باشمهندس، معايا بروز هنا عمود جاي 15 سم، فاحنا جلدناه عشان نصحح الحمام. طيب هل انت هدرت مساحه؟ لا ما هدرتش مساحه. الخزان اللي كلمتكم عليه في حمام الضيوف جبته لورا خلته في الحمام ده، فاصبح ان هو فلات من الناحيه الثانيه. نخش بعد كده على منطقه الطرقه. الطرقه كويسه جدا. هنتكلم هنا ان احنا دي الغرفه الماستر، كان العميل عايز فيها يعملها غرفه ماستر حمام ودريسنج. كان الباب بتاعها هنا رحلناه هنا. ليه يا باشمهندس؟ عشان هتخش تشوف الوضع. احنا طبعا معانا في وشنا السرير ومعايا هنا تلفزيون وتاسيس للتكييف. نخش على المهم، المنطقه اللي احنا خلقناها في منطقه الماستر. اول لما تخش على يمينك الدريسنج حرف ال، يبقى احنا عملنا له الدريسنج اللي هو عايزه. نخش على الحمام، كان عايز برضو هنا احنا معانا في الباقه رويال بلس الجاكوزي مجانا هديه. على يميننا هنا الجاكوزي 150 في 85. وحاجه مهمه جدا ان احنا بنعمل حسابها من البدايه ان الجاكوزي بيتاسس على منسوب 30 من تحت اللي هو التغذيه، والصرف كذلك. معانا هنا الحوض ومعايا هنا خزان الدفن. طب يا باشمهندس خزان الدفن هيفضل كده؟ لا، ده هيتجلد لحد فوق خالص، وهصبح ان الحوض عملنا له خلع هيتحط فيه وحده 65. وهنا القعده وهنا بوتاجاز السخان الفوري حطيته. شكله حلو بس حطيته برضه شكله مش باين في الجنب ده. وطبعا الشباك ده هيتقفل لحد هنا، لسه التعديلات المعماريه ما خلصتش. شوفوا الحمام وتاسيس الحمام واللياسه على الارضيه، وشوفوا التاسيس بتاعنا عامل ازاي. طبعا لو خدتوا بالكم ان هنا كان في عمود، طبعا احنا ما بنكسرش في العمدان خالص. العمود من هنا بننزل على الارضيه وبنطلع بنستهلك خامات مش مشكله، بس ما نكسرش في العمدان. ده طبيعه الشغل بتاعنا. دي الغرفة الماستر، السرير في الوش، السرير على اليمين، وهنا التلفزيون. نخش على غرفة الأولاد. غرفة الأولاد برضو محترمة. معايا هنا سرير، معايا هنا كومود، معايا هنا سرير، معايا هنا التسريحة، معايا هنا دولاب، معايا هنا التلفزيون، ومعايا هنا الدولاب في الوش برضو. نخش على غرفة البنات. لسه الحاجات دي كلها هنعمل حسابها بعدين، لسه ما اسسناش. معانا تأسيس للتكييف، معايا سريرين، دولاب، تلفزيون، والتسريح. ناخد راوند سريعا كده للشقة، نشوف الشقة كده كاملة، وهنوريكم فيديو للشقة كانت عاملة ازاي قبل التعديلات المعمارية. لو لاحظتوا ان احنا عملنا تعديلات معماريه رسمت الشقه، خلت الشقه شكلها فيها برايفسي، حاجه كويسه جدا. وان شاء الله اما نشتغل شغل الكهرباء هوريكم شغل السمارت بالكامل. شكرا.